تاسيتوس كان مؤرخ روماني كبير جدا، بيعتبروه من أهم المؤرخين في تاريخ الرومان. عاش من حوالي سنة 56 لسنة 120 ميلاديا، وكان راجل دقيق جدا ومشهور بنزاهته في كتاباته التاريخية. مش بس كده، ده كمان وصل لمناصب مهمة في الدولة الرومانية، زي إنه كان قنصل سنة 97 ميلاديا وحاكم مقاطعة آسيا سنة 112 ميلاديا. وأهم كتابين عملهم تاسيتوس كتاب اسمه الحوليات وكتاب اسمه التواريخ، ودول بيغطوا فترة مهمة جدا من تاريخ الإمبراطورية الرومانية. في كتابه الحوليات اللي بيتكلم عن فترة حكم الأباطرة الرومان من أول الإمبراطور تيبريوس لحد الإمبراطور نيرون، في جزء مهم بيتكلم عن حريق روما الكبير اللي حصل في عهد نيرون سنة 64 ميلاديا. نيرون علشان يخلص من التهمة اللي كانت متوجهة له بأن هو اللي أمر بحرق روما، راح رمى التهمة دي على مجموعة من الناس كانوا مكروهين في الوقت ده اسمهم المسيحيين، وتم التنكيل بيهم بشكل شديد جدا. فالمؤرخ تاسيتوس بيقول ايه بالتحديد عن الموضوع ده؟ كتب كده: فالمسيح الذي اشتق المسيحيون منه اسمهم كان قد تعرض لأقصى عقاب في عهد تيبريوس على يد أحد ولاتنا المدعو بيلاطس البنطي. الكلام ده مهم جدا لأنه بيأكد لينا كذا حاجة. أولا، إن اسم المسيحيين جاي من اسم المسيح، وأن اسم المسيحيين هو الاسم الصحيح لجماعة المؤمنين وليس النصارى. النقطة الثانية إن المسيح تم إصدار حكم الإعدام عليه بالصلب في عهد الإمبراطور تيبريوس. والنقطة الثالثة إن اللي نفذ الإعدام هو بيلاطس البنطي اللي كان والي روماني على منطقة اليهودية في الوقت ده. كل دي معلومات بتتفق بشدة واللي بنؤمن بيها ونعرفها من الإنجيل المقدس عن المسيح وصلبه. بس هنا بنلاقي مؤرخ روماني بيكتب الكلام ده بشكل مستقل. تاسيتوس كمان بيقول إن خرافة المسيحية اللي وصفها بأنها مؤذية جدا انتشرت من اليهودية اللي كانت تعتبر مصدر الشر في نظره، ووصلت لحد مدينة روما نفسها. وكلمة خرافة اللي استخدمها تاسيتوس بتوضح إنه ما كانش بيحب المسيحية أو مؤيد ليها، وده بيخلي شهادته عن صلب المسيح أقوى وأكتر مصداقية، لأنها جاية من مصدر معادي مش جاية من مصدر حد مؤمن بالمسيحية. يعني ببساطة واضح جدا إنه كان بيكره المسيحية وملوش أي مصلحة إنه يسجل أو يدون كلام ما حصلش بالفعل.